هو ده اللي منجح الاهلي، وهو ده اللي مخليه جامد على اي حد. جامد على مين؟ ده سؤال ميدو. سؤالك انت جامد ليه؟ طب انا هرد عليك، انت مش هرد على ميدو، بس انا هجاوب على الاثنين. جامد ليه وجامد على مين؟ انا جامد على اي حد، ده اجابه السؤال بتاع ميدو عشان نخلص. جامد ليه بقى؟ لان النادي الوحيد اللي في مصر اللي مجلس ادارته مجلس اداره، يعني نادي مش مسنود على شخص. يعني مش كامل ابو علي هيمشي فالمصري يقع، مش محمد مصالح هيمشي فالاتحاد هيقع، مش الكومي هيمشي فالاسماعيلي هيقع، مش ولاد عثمان احمد عثمان يمشوا فالاسماعيلي يقع. هي دي القصه بقى. مد الخط على استقامته، على كلام، على راي عفيفي. مد الخط على استقامته، هتلاقي ولاد مجاهد في المنصوره لما مشيوا الدنيا ضاعت. هتلاقي ناس كتير جدا في كل المجالات. ولكن في الاخر خالص هتبص تلاقي ان اللي بينجح هو الكيان اللي مسنود على مجلس اداره هدفه واضح وعنده خطه وبلان بيمشي عليها. هتلاقي دلوقتي اللي هيمشي بالطريقة دي، هتلاقي فريق زي زد لأن هو عنده مجلس إدارة بيبتغي الربح وفاهم وشايف هو عايز إيه ورايح في طريقه. هتلاقي الجونة لأنهم ناس عارفين هم عايزين إيه ونفس القصة. هتلاقي الأندية اللي بتسعى للاستثمار والفلوس وإنها تجيب لعيبة وتسوقها، مش في دماغها خالص بقى موضوع البطولة والكلام ده كله. بالعكس، هو عايز يجيب لعيب بثلاثة تعريفة ويصرف عليه وينجمه ويلمعه ويبيعه بقد كده ويبقى كسب. ده راجل على فكرة ممتاز جدا، وعلى فكرة ده بيفيد المنظومة. ليه بيفيد المنظومة؟ لأنه بيطور اللعيبة. أما الفرق اللي بتحاول توهمك إنها عندها مقومات البطل وعايزة تاخد بطولة وعافية، مش كلام فاضي. نادي الزمالك كان يقدر يبقى جامد زي الأهلي. ليه نادي الزمالك مش جامد زي الأهلي؟ تعال بقى نحسبها يعني. نادي الزمالك، قُل لي على مجلسين ورا بعض اشتغلوا كمّلوا اللي بيعمله المجلس اللي قبله. يعني مجلس جه كمّل اللي المجلس اللي قبليه بيعمله. ده ما تمِّش خالص، خالص. لا في عمرنا، أنا بقى لي 43 سَنة عايش في الدنيا دي والّا 44 سَنة، ما شُفتش الكلام ده بيحصل في الزمالك، ومن قبلي ما كانش الكلام ده بيحصل. هتلاقي فرد بييجي يعمل حاجة كويسة وبعدين ييجي واحد تاني يهد المعبد عشان يبني معبد باسمه. الكلام ده كلام فارغ، وهو ده اللي عامل كده في الزمالك. مرتضى منصور جه محى تاريخ كل اللي قبله عشان يبقى هو مرتضى منصور الرئيس التاريخي لنادي الزمالك. الكلام ده عمره ما كان فيه مخيلة أو تفكير أو في ذهن الناس اللي حكمت أو أدارت النادي الأهلي. كابتن صالح جه وقابله ناس عظام جم، ما كانش في باله خالص إن هو يبقى الرئيس التاريخي. بالعكس، قال لك الفريق مرتجي، مجلسه جاب لنا أرض مدينة نصر نبنيها. لما جه بعديه كابتن حسن حمدي، كمل على اللي عمله كابتن صالح سليم. لما جه محمود طاهر، جاب أرض التجمع وبنى زايد. لما جه كابتن الخطيب، كمل زايد وبدأ في التجمع وخلص التجمع وبدأ في مشروع في مدينة الأهلي الرياضية أو الاستاد زي ما بيقولوا. كل ده لو كابتن الخطيب قدر ليه إنه يمشي، هيجي اللي بعده يكمل المشروع. هي دي اللي مخليه الأهلي جامد. هي دي اللي بتجيب فلوس يا ميدو، مش هي دي مش حاجة تانية. مش بالدراع وبالمجاملات، وانت تعرف ده. وبالمناسبة بقى عشان موضوع وكالة الأهرام ده بقى ماسخ قوي. وكالة الأهرام جت لقت فريق عنده شعبية وبطولات ادت له حقه. النادي الأهلي جامد من قبل ما يبقى فيه فلوس. ليه بقى جامد من قبل ما يبقى فيه فلوس؟ لأن أول 10 سنين دوري مصري الأهلي واخد منهم 9، أول 9 بطولات. بسم الله الرحمن الرحيم كده أنا جامد على أي حد. بسم الله الرحمن الرحيم كده. إيه دي بطولة دوري أهم 9 بطولات ورا بعض. عايز تساوي راسك براسي إزاي؟ أنا كل 10 سنين باخد الدوري على الأقل من 7 ل8 مرات. أنت كل 10 سنين بتاخد الدوري مرتين. يوم ما بتبقى العشرية رائعة وعندك جيل ما حصلش، بتاخد الدوري 3 4 مرات في 10 سنين وفي 15 سنة. مش هنجيب سيرة بقى العشرية السوداء لأنك ما شفتش قدامك حرفيا، بس احنا بنتكلم على تاريخ كامل من البطولات. النادي الاهلي عنده تاريخ كامل من البطولات، عنده اسطول من المشجعين. وبعدين انت بتقعد تناقض نفسك شويه، تقول انا عندي شعبيه مكافاه للنادي الاهلي، وبعدين شويه تقول اصل العدد في الليمون وانا جمهور الصفوه واللي بيفهموا كوره، شويه تقول انا بتظلم علشان انا مستضعف عشان انا جمهوري قليل. هو انت مين فيهم؟
ما تثبت كده على صورة عشان نعرف نتكلم. لكن موضوع عبد وزفلطه ملوش مالكه اللي انتوا فيه ده مش مخلينا عارفين نتكلم. ليه بقى مش عارفين نتكلم؟ لان انا لما اجي اكلمك على انك نادي كبير تقول لي انا مظلوم وماليش حيله. لما اجي اكلمك على انك مظلوم تقول لي الزمالك قوي برجاله وجمهوره ووجع القلب اللي بنسمعه. انت مين؟ انت مين؟ خلينا نخلص من الديبيت اللي ملوش لازمه ده. يا جدعان فكروا في ان انتوا تصلحوا منظومتكم اكتر ما تفكروا في الاهلي، والله هتنجحوا وتنافسوا. والله العظيم اي حد بيفكر في نفسه وبيشوف عيوبه وبيشوف اخطائه ويشتغل عليها بينجح. هو ده اللي منجح الاهلي، وهو ده اللي مخليه جامد على اي حد.